الخيال دراما واكشن وعظمة وكل اللي قلبك يحبه. وكمان حكاية النهاردة اول مرة تنزل على اليوتيوب بالكامل، فعاوزك تجهز نفسك لحكاية فوق العظمة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ في سرد احداث الحكاية. بيبدأ الانمي بتاعنا بولد صغير اسمه يوان اللي بياخد اخوه الصغير تشنج وبيهرب من البيت اللي بينهار عليهم، وده لان وقتها والدهم صايد الشياطين كان بيقاتل شيطان احمر عملاق وقوي جدا. هنا الشيطان بيمسك بوالد الطفلين وبيلزقه في الجدار، وساعتها بيجي علشان يساعد ابوه، ولكن به الشيطان بيكون هيخلص عليه، بس بيجي به في اللحظات الاخيرة وينقذهم. بيهجم على الشيطان من ناحية، ومن الناحية التانية بيبعد اخوه من ساحة المعركة، وهنا الشيطان بيمسكه ولسه هيدوس على دماغه. كان الراجل فك نفسه ومسك ايد الشيطان، وساعتها بيضربه بالرجل واملافه في السلسلة على رقبته، بس الشيطان بيقدر يكسر السلسلة، والراجل ساعتها بيقرر ينهي القتال، بيعمل ختم سحري بيشيل به حركة الشيطان وبعدها بيدمره بالصخور اللي حواليه. هنا بيفرح عشان قدروا يهزموا الشيطان، وساعتها بوب بيجي وبيقول له يلا نمشي من هنا، المكان خطير. وفعلا بعدها بنشوفهم في الغابة وبيدخلوا الشجرة دي اللي بتوديهم لكهف سحري. هنا والد يعمل تعويذة بتظهر سفين كل واحد في صخرة، وساعتها هو بيخرج سيف ويوان بيخرج التاني، بس وقتها بيظهر لهم صندوق أصفر غريب، فبيروح والد يديهله بيقول له خلي الصندوق ده معك واديه لأخوك بعد ما يكبر، وكمان بيديله السيف ده وبيقول له خلي السفن معك لأنك هتكون صياد شياطين لما تكبر. بس هو في أثناء حادثتهم بيسمعوا صوت الشيطان جاي عليهم، وده معناه إنه قدر يكسر الختم اللي كان عامله والد يوان. ساعتها بيجروا لحد ما بيوصلوا لنهاية الكهف، وهنا الشيطان بيسجل دخوله ويهبد والد يوان في الأرض، ولكن والد يوان بيستخدم سحره في المكان وبيعمل حجز على الشيطان وبيرميه في الحمم البركانية، ولسه هيفرحوا ان هم خلصوا على الشيطان. فجأة بتيجي البنت دي وبتدخل لقيتها في قلب والد يوان. الواد بيصرخ على بوب حرقة، والراجل خلاص في لحظاته الأخيرة، ولكنه بيقرر يحمي أولاده للنهاية وبيستخدم آخر طاقته عشان يهربهم من الكهف. هنا البنت بتتجنن وبتجري على أخوها علشان تقتلهم، بتقعد تعور في وشه، ولكن ابوهم بيهربهم في اخر لحظة. هنا الاب بيتأسف لهم عشان ما قدرش يعيش معاهم اكتر من كده، وبعدها بيفارق الحياة. بعد كده بتمر السنين والعوام وبيكبر وبيبقى صياد شياطين زي ما والده كان عايز. هنا بيروح لتشينجو وبيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيرد انه بيلبس لبس السحلية ده علشان يمسكه الراهب، وفي نفس الوقت ده بنشوف الشخص ده جايب الراهب علشان الشيطان اللي في المكان. هنا الراهب بيرمي مسحوق سحري بيبين تحركات الشيطان وبيقول للراجل التاني ابعد شوية، بس الراجل بيخاف وبيفلسع من المكان. المهم الراهب بيخرج عصايته وبيقدر يمسك شيطان السحلية واللي بيقطع دماغه على طول، ولكنه مش بيموت، وبيتضح ان السحلية هو نفسه اصلا. هنا بيخوف الراهب اللي كان هيعملها على روحه، ولكن بيجي ويديله ضربة بتخليه يقطع ميه، ونور بيفرد بعدها وبيلاقيهم مكتفين في العمود ده. بيقول لهم انتوا مين وعايزين مني ايه؟ فبيقول له احنا لسه لاحقين من السحلية دي، بس يتعصب وبيقول له ما تعملش نفسك عبيط، احنا عرفنا انك متعاون مع شيطان النمر الجداري. فبيعرف الراهب ان هم كشفوه، وساعتها بيقول لهم ان النمر الجداري داري مهمته يرعب الناس، وعلشان كده كان لازم نتعاون معاه واخوف الناس منه، وبما اني رايح فالناس هيصدقوني بسهوله. المهم يعني العيال بيديله العلقه تمام وبيسيبوه وبيمشوا. بعد كده بياخد البيت وبيعمل له ختم صائد الشياطين، بيقول له من النهارده انت بقيت صائد شياطين زيي. وهنا بقى بيديله الصندوق ده وبيقول له ابويا قبل ما يموت وصاني اديه لك بعد ما تبقى صياد على طول. ما تنساش يا تشينج ان والدنا اتقتل على ايد الشياطين في سبيل حمايتنا. هنا تشينج بيفتح الصندوق وبيلاقي فيه التميمو دي، وبعدها بنشوفهم قاعدين وبيقولوا ازاي ابويا ما قالكش دي بتاعت ايه؟ انا شايف انها ما تنفعش غير اني انضف بيها وداني. وفعلا العبيط بيدخلها في ودانه وبيقول له يوان يا عم ما تستعجلش، كل حاجه ولها وقتها. ساعتها بيربط التميمو في حبل وبيلبسها، ولكن وقتها بيجي لهم العجوز ده وبيقول لهم ان الضباب انتشر في المدينه والناس اختفت منها، وانه كان جاي يدي فلوس ليو عشان يساعدهم، بس يوان بيقوله تلاقيها خدعه ولا حاجه. وهنا بيقول لتشينج بما انك بقيت صياد فلازم تبدا تدريب، وبيخرج له كروت كده وبيقول له اختار المعلم اللي هيضربك من دول. بس تشنج بيقول له يا عم حل عند دماغي، ولكن يوان بياخده بالعافيه. والراجل العجوز بيقول له يا ابني مش انا بكلمك. هنا يوان بيزقه وبيوقع منه الفلوس، ولكن ساعتها بتقع الإيلادو دي معهم. اول لما بيشوفها بيفتكر انها كانت مع البنت اللي قتلت ابوه، بيقول للعجوز انت جبت الإيلادو دي منين؟ بس الراجل ما بيكونش يعرف عنها اي حاجه، فبيقرر يوان انه يقبل المهمه وبيتجه للمدينه. هو وتشينج بيتمشوا فيها وبيلاقوا الضباب ملي المكان بالكامل، وساعتها بيبص يوان وبيلاقي ان تشينج فص ملح وداب. وهنا الشيطانه بتكلم يوان وبتستهزأ بيه، بتقعد تهجم عليه كذا مره وبتختفي.
ولكن يوان بيقدر يمسكها وبيسألها عن أصل القلادة دي، ولكن بيتضح برضه إنها ما تعرفش أي حاجة، فيقرر إنه يسيبها وما يقتلها. ولكن الشيطان بتحاول تقتله غدر، فالواد بيخلص عليها بس، وقبل ما بتموت بتقوله إن أكيد أخوها قدر يقتل أخوها يوان. نروح بقى لتشينج اللي أخوه الشيطان بيضرب فيه، بيقوله يا أخي أنا ما أعرفش أنت إزاي صياد وضعيف للدرجة دي. هنا تشينج بيمسك العصاية دي وبيقول له تعالى ليه أروح معاك، ويوان كان قاعد بيتفرج عليهم من بعيد. ساعتها الشيطان بيهجم عليه بكذا هجمة، ولكن تشينج بيصد كلها وبتطير على دماغه، ويوان قاعد منشكك على الآخر. بس وقتها الشيطان بيهجم على تشينج وبيهرب زي ما كانت أخته بتعمل مع يوان. هنا الشيطان بيهجم على تشينج وبيكسر العصاية اللي معاه، ولسه الشيطان كان هيخلص عليه. فجأة التميمة بتاعت والده بتنور وتشينج بيمسكها، والتميمة بتفضل تكبر، وتشينج بيحدفها على الشيطان وبيخلص عليه. وساعتها الشياطين بيحسوا بقوة التميمو، وتحديدا الشيطان اللي قتل ابوهم قبل كده بتقول وقتها انت اخيرا ظهرت. المهم نرجع لتشينج اللي بيفقد الوعي وهو واقف، وساعتها الشيطان بيحاول يخرج السلاح من قلبه، بس بيجي له يوان وبيوري له القلادة وبيقول له وصلها منين. هنا الشيطان بيحاول يتوه، ولكن يوان بيرفع السيف على رقبته بيقول له انا عندي استعداد اني اقتلك بابشع الطرق لو ما اتكلمتش وقتها. الشيطان اول لما بيبص على القلادة بيتنوم مغناطيسي، ويوان بيسأله يعرف ايه عن القلادة دي، فبيقول له الشيطان ان صاحب القلادة هويته مش معروفة، ولكن تم اخبارنا ان لما القلادة دي تظهر هيكون معاها 2 اخوات، ولازم نقتل الاخوات دول في اسرع وقت. وبيقول له كمان عن حاجة اسمها قطعة الروح، ولكن هو قبل ما بيكمل القلادة بتتحرك بسرعة كبيرة، ويوان بيسيبها، وقبة القلادة بتدخل في بطن الشيطان وبتخلي جسمه يكبر. ساعتها يوان فجأة الشيطان بينفجر. في نفس الوقت ده بنشوف شخصين خارجين من مكانهم وبيتجهوا ناحية يوان. المهم نرجع لتشينج اللي بيفوق وبيلاقي السلاح بتاع والده موجود مكان الشيطان. بيقول له يوان ان السلاح ده قوي جدا ولسه قدراته الكاملة ما ظهرتش. المهم بيروح عشان يجيب السلاح، ولكنه بيصغر زي ما كان. هنا بيسأل يوان عن السبب، فبيقول له انا زيك معرفش اي حاجة. ولكن ساعتها بيجي الشخصين اللي شفناهم قبل كده وبيكونوا عايزين ياخدوا السلاح السحري اللي مع تشينج. ساعتها بيحاول يدافع عنه، ولكنه بيكون مصاب بسبب انفجار الشيطان من شوية. هنا البنت بتحاول تهددهم، ولكن الواد اللي معاها بيحاول يهدد دنيا وبيقول ليوان احنا ما جيناش بنية شر، وعلشان يثبت له صحة كلامه بيعالجه من الإصابات اللي في جسمه. ويوان حرفيا بيرجع حصان 2000 سي. المهم بيقول لهم انتم عايزين سلاح اخويا ليه؟ فبتقول لهم البنت سلاح اخوك ايه يا باشا؟ ده السلاح ده موجود من قبل ما تتولدوا من مئات السنين واسمه العصاية الذهبية. وفعلا الواد التاني بيأكد على كلامها وبيقول له قبل اي حاجة انا اسمي ساي والبنت دي اسمها تشوي. بيبدأ يحكي لهم الحكاية من اولها، وبيقول لهم انه من اكتر من 100 سنة صاحب السلاح ده كان ملك ومحارب متمرس، كان بيدافع عن العالم بتاعنا ضد الشياطين، ولكن بيتم الغدر بيه وبيموت، والسلاح بتاعه اللي هو العصا الذهبية بيختفي. وعلشان نرجع الملك المحارب ده لازم نلاقي 22 قطعة روحية مفقودة في العالم السفلي، ودول هنستخدمها في فتح الختم ورجاع قوانين العالم ده لصولها الطبيعي. بس اللي يدلنا على 22 قطعة دول هو السلاح الذهبي ده. هنا بيسألوا يوان هم ازاي يتأكدوا ان السلاح ده هو اللي بيدوروا عليه، فبيقول له ان السلاح له اكتر من 100 سنة مختفي، ولكن لما بيظهر ويتم استخدامه بتظهر موجات بتلف الكوكب بالكامل، ودي احنا بنحس بها وكمان الشياطين. لانكم لو ما تعرفوش ان الشياطين عندهم مملكة وملك وجيش طبيعي، ولكن بعد ده كله مش بيوافق انه يديهم السلاح، وساعتها البنت بتتعصب وبتقرر تاخده عافية، ولكن ساي بيهديها. وفعلا البنت تهدى وبتقول لهم ان الشياطين بيدوروا على القطع الروحية عشان يدمروا الحاجز، وده اللي بيفصلهم عن العالم بتاعنا هنا. تشينج بيقرر يديهم السلاح بعد ما اقتنع ان هما مش اشرار، وبيتأسف ليه انه ما قدرش يحتفظ بهدية والدهم. ولكن يوان بيقول له ابونا لو كان موجود كان هياخد نفس قرارك. المهم بعدها بيكونوا ماشيين، بس بتقول لهم انتم تغفلوا ولا ايه؟ وهنا بنلاقي ان السلاح رجع حتة حديدة زي الاول، بس بيرجع يشوفه وفجأة السلاح بيرجع ذهبي من تاني، ولكن بعد ما البنت بتاخده بيتحول لحتة حديدة زي ما كان. فبيقول ان شكل كده بسبب ان السلاح بقاله اكتر من 100 سنة مفقود، فاختار ان يكون هو الملك الجديد. ساعتها بتقول لهم انتم هتيجوا معانا عشان تساعدونا ندور على القطع الروحية. هنا يوان بيفكر كده، وفي الاخر بيقرر انه يوافق، لربما انه يلاقي الشيطان اللي قتل ابوه في نفس الوقت ده. وفي مكان تاني بنشوف شيطان بيقول للبنت دي ان ضيوفها جايين. المهم نرجع ليوان اللي كانوا عمالين ياكلوا بشراهة، فبتقول لهم ما بالراحة يا ابني انت وهو، انتم بقالكم 8 سنين ما كلتوش. بس يوان بيحاول يستفزها بالكلام، والبنت سنه وهتنفجر يا عيني، ولكن ساعتها المركبة اللي هم فيها بتكون هتنقلب بيهم، وده عشان تتفاداها البنت ديت اللي شفناها من شوية.
هنا بينزل يوان يشيك على الوضع، ولكنه بيشوف البنت دي من بعيد، ولما بيروح لها بيلاقيها مصابة وفقدت الوعي وعلى حافة الموت. هنا بيقرر ياخدها يعالجها في المركبة، ولكن بتكون رافضة انه يدخلها. بتقوله يا ابني هو انت عبيط ولا ايه؟ ما حاولتش تفكر ايه اللي جاب البنت دي في الصحراء لوحدها وكمان في الوقت ده؟ بس بيستفزها وبيقول لها هتلاقيكي غيرانة منها مش اكتر. المهم بعد كده يوان بيعالج البنت اللي بتكون فايت، وبتشكره. وقتها سايبي يسألها عن سبب إصابتها، فبتقول لهم إن في وطع طرق هجموها، ولما حاولت تهرب واحد منهم طعنها بسكين، وبعدها حاولت تستخبى لحد ما يمشوا، بس في الآخر فقدت الوعي وفايت. هنا ساعتها يوان بيتعصب ويقول لها هم فين دول بس تشوي؟ بتقول له لو نزلت من المركبة ما تفكرش تركبها تاني، وبتقول لهم البنت أنا كل اللي طلبوها بس انتوا توصلوني لوادي الظلام. فبيقول يوان احنا أصلا رايحين لهناك عشان ندور على قطع روحية. وساعتها تشينج بيطلع التميمة الذهبية وبيقولها ده المرشد بتاعنا هنا. تشوي بتزاع فيه وتقوله انت بتوريها ايه يا مجنون انت. وللاسف في اللحظه دي بتظهر على البنت ملامح الخبز والشر، وانا اصلا ما كنتش مرتاح لها من الاول. المهم بيقول لهم ساي الوقت اتاخر، روحوا ناموا دلوقتي وبكره هنكمل طريقنا. الوادي الظلام بعد كده بالليل بنشوف يوان وتشينج نايمين والبنت بتحاول تسرق التميمه الذهبيه، بس فجاه بيدخل عليهم ساي وهو بالبوس كده بيقول احلى حاجه الاستحمام قبل النوم، وساعتها بيدرك انه في الغرفه الغلط. فبيمشي تاني يوم بقى بنشوف يوان بيسأل تشوي هي فين البنت اللي انقذوها امبارح، فبيرد ساي بدلها وبيقولها تلاقيها مشت قبل ما نصحى. لكن في اللحظه دي بيعرف تشينج انه اتغفل تغفيله سواد، بيقول لهم ان السلاح اختفى. وهنا لقال كلهم بينصدموا. نروح بقى للبنت اللي سرقت السلاح واللي بتضحي ان اسمها زي، وبتفتكر هي ليه سرقت السلاح اصلا، وده لانه اختار تحت قبضه الشيطان ده وتباعه، واللي بيقولها لو جبت السلاح الذهبي هسيبك تمشي انت واختك، ولكن لو ما جبتهوش هنهاتي لاختك وبعد كده هجيبك انت وخلص عليكي. وبكده نعرف هي ليه عملت كده من الاول. نرجع بقى لتشوي اللي بتوبخ يوان وتشينج على غبائهم، وبيقول لها يوان احنا هنعرف منين انها جايه عشان تسرقنا. ولسه صاي بيحاول يتدخل بيلاقي تشوي بتسكته. المهم بيوصلوا لوادي الظلام وبيتمشوا لحد ما بيلاقوا الكهف اللي فيه الشياطين. بيقول لهم صين التميمه جوه الكهف وكمان القطعه الروحيه اللي بيدور عليها. وساعتها يوان بيقولها سهله احنا هنجيب الاتنين مع بعض. نرجع بقى للبنت زي اللي بتدي سلاح للشياطين وبتاخد اختها وبتمشي، ولكن الشياطين ده بيقف في طريقهم وبيجي الزعيم وبيقولها انا قلت ان انا هديك اختك بس ما قلتش ان انا هسيبك وتمشوا. ولكن فجأة البنت تتغفل وبتسرع منه السلاح. ساعتها بيجي الشيطان التاني عشان يوقفه، ولكن زي بتواجه عليه السلاح فبيخاف منها ومضبط تعميه بالشبكة بتاعتها، وبتاخد اختها وبتهرب. ولكن الشياطين بيلحقهم وبيهجموا عليهم، وبعدها الشيطان ده بيحبسهم في حاجة سحري. نرجع بقى ليوان وصايا اللي بيقولهم ان الكهف فيه ممرات كتير وهيطولوا عباره ما يلاقوا التميمه، بس يوان بيقولوا طب احنا هنسباكم لجوه، وبياخد تشينج وبيدخل الكهف بيتمشوا في الممر ده. وساعتها يوان بيشم ريحه زيه بيتعب الريحه جايه منين وبيلاقي الشياطين دول ناويين يقتلوهم. هنا تشينج بيكون عايز يساعدهم ولكن يوان بيوقفوا وبيقولوا الوقت مش مناسب. وقتها الشيطان بيشيل الحاجز اللي على البنات وبيقولهم يجيبوا السلاح، بس فجأة زي بتهاجمه وبتعوره جنب عينه. ساعتها الشيطان بيتعصب وبيهجم عليها، ولكن بتيجي اختها وبتاخد الضربة مكانها. البنت بتقع على الارض وزي بتجهش في البكا. بتقول لها اختها انت على طول كنت بتحميني، والمرة دي دوري ان انا احميكي ولو لمرة واحدة. وبتموت البنت بين ايدين اختها اللي عملت عيب. ساعتها يوان تجنن وبينادي على الشيطان وبيهجم عليه، ولكن الشيطان بيطلع سيفه وبيصده في اللحظات الاخيرة. هنا تشينج بيحاول يضرب الشيطان الصغير من ظهره، ولكن الشيطان بيحس بيه وبيضربه. وبوم من شويه بتسجل دخولها مع سيف، وساعتها بتطلع سلاحها وبتهجم على زي، ولكن يوان بيصد ضربتها وبيحمي البنت وتها تشوي بتزعى فيه، بس يوم بيقولها زي كانت مقبوره. وكمان بيحاول ياخد منها السلاح وبيقول لها نفس الكلام. هنا بيقول لي خرج زي اختها من الكهف، بس الشيطان الصغير بيحاول يمنعها وهو بيلاقي في وشه. ساعتها الزعيم بينادي على اوتاكو اللي بيملى المكان وبيهجموا عليهم، بس صايب بيرميهم خارج الكهف بمهارة الرياح. ساعتها الزعيم بيتعصب وبيهجم على زي واختها، بس صايب بيبعدهم عنه، ولكن الزعيم بيهجمهم من تاني وهو بيقف في طريقه. وقتها بتيجي وبتهجم على الزعيم، وفي نفس الوقت يجهز الرعد بتاعه في السماء. هنا الشيطان الصغير بيحاول يعمل الحاجز عشان يصد الرعد بتاعه قبل ما يضربهم، ولكن بتيجي وبتديله ضربة بالطيار واللي بعيد، وهو صايب ينزل بالرعد بتاعه على الزعيم بيشوي امه. ساعتها بياخد اخت زيه وبيخرج من المكان، وكمان بيساعد تخرج واللي بتتأسف له وبتديله السلاح الذهبي. بعدها بيخلصوا على زعيم وبياخدوا القطع الروحية اللي معه. نرجع بقى وهنا بيقول لي انا اتأكدت من نبض اختك ولقيتها لسه عايشة، بس للأسف نبضها ضعيف. وفجأة الشيطان ده بيهاجم عليهم بس بيروح في دقيقة وبيبعده. هنا الشيطان بيحاول يقتله ولكن بيجي ويصده بيقول له انا هنا اللي خصمك مش الواد الصغير، بس الشيطان بيضرب وبيرجع يهجم عليه، وبعدها بيقوم ضارب واللي بعيد ولكن بيجي وبيمسكه، بس الشيطان عمال يضرب فيه والواد مش عايز يسيبه.
في نفس الوقت ده بيحاول يقوم ولكنه مش قادر. هنا الشيطان بيقرر يحبسه في الحاجز بتاعه، وبعدها بيضرب لبعيد لحد ما بيوصل. الواد بيتعصب وبيضرب في الحاجز ولكنه مش بيتدمر. وكمان دي بتحاول تهاجم على الشيطان من الشباك بتاعتها، بس يا ابن المستفزة بيقول لها ما تستعجليش، انا هخلص عليهم وارجع، هات لك انت واختك. وقتها تشينج بيحاول يكسر الحاجز ولكنه مش بيقدر. وايوان بيقول له اهرب يا غبي، انا هخلص عليه واجيلك، ولكن مش بيسمع له وبيقول له مش هسيبك. ساعتها الشيطان بيضربه، بيحس انه عاجز وضعيف مقارنة بالباقي. بيفضل يبكي على نفسه عشان مش قادر ينقذ اخوه، بينما ايوان بيحاول يشجعه ما يستسلمش. وفجأة السلاح الذهبي بيستجيب وبيفضل السلاح يكبر وبيمسكه وبيكسر الحاجز اللي على ايوان. بس بعدها بيقع على الارض والشيطان بيضربه في الجبل، وساعتها بيروح يطمن على الشينج، بينما الشيطان بياخد السلاح اللي بيرجع صغير زي الاول، بس فجأة بيجي وبيقطع له ايده اللي مسك بيها السلاح. هنا الواد بيهجم عليه وبيوقعه وبيكون خلاص هيتقتلوا، ولكن الشيطان بيحاول يتكلم معاه، بس في الاخر بيخلص عليه وبيخرج منه القطع الروحية. بالليل بقى بيحاول انه يعالج اخت زيه ولكنه بيفشل، وبيقول لها ان روحها خلاص بتتلاشى وساعتها تنهمر في البكاء. بس هو بيفتكر ان في حل تاني، وهو انه يخفي روحها لحد ما يقابل حكام العالم ويخليهم يعالجوها، ولكن لما روحها تتعالج هتتجسد في جسد حد تاني مش في نفس جسدها ده. وفعلا البنت بتوافق على كلامه، وسايب يخرج روحها وبيحطها في الخاتم بتاع زيه، وده لحد ما يرجعوها من تاني. المهم بعدها السلاح بيمتص القطعتين الروحيتين اللي جابهم النهارده، وهنا بتيجي وبتطلب من ساين انها ترافقهم في رحلتهم. فصاح بيقول لها هو انت متأكدة؟ وده علشان ان احنا هنواجه مخاطر كتيرة هناك. بس البنت بتقول له ايوه متأكدة، وساعتها حيوان بيفرحوا. المهم بعدها بيكونوا ماشيين في ضواحي احدى المدن، ولكن بيكون حرارته زايدة وحاسس بالارهاق الشديد. ساعة حيوان بيسأل انه يعالج، ولكن صايم بيقول له ان التعب ده بسبب القطع الروحية اللي استرجعها السلاح، وبما ان جسد اللي هو ملك السلاح بشري هيحس بشوية تعب. المهم بعدها بيدخلوا المتجر ده عشان يجيبوا حاجة لمعالجة تشينج، وتتخانق مع الراجل اللي في المتجر وتضربه، بتقول له وقتها انا خالدين. وساعتها الراجل بيقول